سلام البنات، معكم قناة منى كوسميتيك بلوكس. اليوم غادي ندير واحد الروتين ليا انا وبغيت نتقاسمه معكم. عندي هنايا هاد الاوك جيل ديال تنظيف البشره، كنغسل به البشره الوجه في الاول مع هاد البوست، وعندي هاد الماسكات ديال لوريال رائعين زوينين بزاف، فيه داك الغسول الازرق وهداك يعني ديال الغسول ديال التراب. وهذا الماسك هذا رائع ديال كوريا، جالي من كوريا عاديه. هاد جوج ديال الماسكات رائعين، غادي ندير واحد منهم نستعمله اليوم. كنسمع عليهم بزاف وزوينين بزاف. غادي ديروا لهم سكرين ودخلوا الانترنت وتقدروا تقراو عليهم، لان هادو مكتوبين كاملين بالكورية، يعني ما اصلا ما نفهم فيهم والو. انا كندخل اونلاين او في الانترنت كنقرا عليهم. وعندي هاد الآلة ضد التجاعيد غادي نستعملها كذلك، ونستعمل هادو ديال الكريم والسيروم ديالي اللي كنستعملهم دائما. غادي نبدا نغسل الوجه ديالي. حطيت على هذاك البروست او اللونه اليدويه، حطيت عليها شويه ديال الجل وكنحك غير بشويه، كنحك الوجه ديالي لان بزاف ما درت هذا الروتين مع الوقت والو. الانسان غير دابا وكيمشي النهار كيدوز، الانسان ما داير والو. المهم في الصباح قلت نبدا بالوجه ديالي. المهم حكيته مزيان. ملي كنحكو الوجه كنحسو بواحد الراحه، بحال كان علينا شي ماسك ما عرفت ديال القبص ولا ما عرفتش ديالاش، وكنحسو به من بعد كنحسو بالوجه خفيف والبشره كتنفس. المهم نحك مزيان بهذاك الجيل ديال الاوك، زوين بزاف، هو رخيص في الثمن ولكن زوين. ما كيديرش الرغوه بزاف، غير شويه ولكن زوين، كينظف البشره بعمق. ما نساوش العنق كذلك، لان خصو ضروري يكون بحال الوجه بحال العنق، اللون ديالهم، اللون ديال البشره، ما يكونش العنق كحل والوجه ابيض. وهكا نغسلو ونمشي للمرحله الثانيه. هكا كنمسح هذاك الجل غير بهاد الفويته الصغيره خاصه ديال كنمسحوا بها الكابتونيك، او كنمسحوا بها بالغسول اللي كنغسلوا به، او اي حاجه حطيناها على الوجه. دابا غادي نحط هاد الماسك ديال لوريال، هو ديال الطين والنيله الزرقاء، هكا كيتباع. هو ضد الاوساخ العميقه، اللي ضد الدهنيات والاوساخ العميقه اللي كتراكم لينا في الوجه، زوين بزاف. غادي نحطو غير في الاماكن اللي كتيدم، يعني اللي كيولي فيها الدهنيات بزاف، باش ما يتكونش الحب والاوساخ كتراكم عليه. هكا غادي نحطو غير في هاد التيتسون، سميتو هاد التيتسون، على الجبهه والخدود والنيف وهنا تحت الفم. وهذا غادي نحطو كامل في الاماكن ديال الوجه، يعني الاماكن اللي ما حطيتش هاد الماسك الزرق. هذا الغوز هذا كينظف كذلك، ولكن ماشي مجهد بحال الازرق. هذا خفيف والبشره الحساسه كذلك. وهكا نحطهم. نكمل بهذا الغوز ديال لوريال، ما ننساش العنق ديالي، نحط عليه الزرق، ما نحطش عليه نحط عليه الغوز، ما نحطش عليه الزرق عفوا، لان انا ما عنديش البشره دهنيه في العنق،
عندي غير في تيتسون. تيتسون هي الجهة ديال الجبهة والنيف والخدود وتحت الفم، تما كيكونوا الدهنيات كيتراكموا الاوساخ. ونمسح بالماء يكون دافئ، نمسح غير بهاد الفوطه الصغيره والبشره كتولي رائعه نظيفه. ودابا نستعمل هاد الاله زوينه بزاف، كنت حطيتها في واحد الفيديو قديم هضرت عليها، الا بغيتوا تشوفوها ارجعوا للفيديو قديم درته قبل السنه الجديده، كنت ونزلت حتى الاثمنه ديالها. هو كيستعمل بهذا الجيل ديالو كيجي معاه، واللي ملي كيتسالى كتطلبوه عاود تاني. هي كتستعمل غير بالجيل، ما كتستعملش بوحدها لان ما كتمشاش على الوجه، كتكون ناشفه، يعني البشره كتكون ناشفه ما كتمشاش عليها هاد الاله. هي كتسخن كدير هكا بالكهرباء، يعني بحال الليزر، وزوينه بزاف، بحال كتشد البشره بهذاك الترهلات او التجاعيد. ملي كتشد البشره ما كتكونش دغيا التجاعيد، يعني كنحاولوا ما امكن نوخروهم. يعني اللي في الاستطاعه ديالو يشري هاد الالات يشريهم، علاش لا، يدير هذاك الشيء غير في الدار مهما كان ينقام ارخص. يعني حسن ما كتمشي كل شهر مثلا او 20 يوم للصالونات، كيكون عندك هاد الالات وقتاش ما رشقات لك كتجبديهم كتنظفي الوجه وكتستعملي هاد الالات، لان سهله الاستعمال، ما خاصوش شي واحد قاري عليهم. يعني آلات منزلية سهلة جدا، أي واحد يقدر يستعملها. وهكا كيسخن الوجه زوين، كيعطي واحد الدفء للوجه باش الدم كيتمشى في الوجه كامل، كيعطي واحد اللون كذلك. ملي كيتمشى الدم كيعطي اللون زوين في الغوز الوجه، يعني كيطلع فيه الدم، كيكون شاحب وهكا كيطلع كتحسوا به. انا ما استعملتوش بزاف لان ما استعملتش تنظيف الوجه، ما نقدرش نستعملوه هو الوجه ما نظيفش. يمكن شي 3 شهور ولا ما استعملتهاش، ولكن هذا غلط لان شريتها باش نستعملها ماشي باش نحطها. ولكن نحاول دابا يعني كل مره نستعملها ان شاء الله، على الاقل مره في الاسبوع. هي احسن شيء تستعمل كل يومين 3 ايام تستعمل، ولكن الا الانسان ما عندوش الوقت بزاف يستعملها مره في الاسبوع بعد التنظيف العميق. وكنصحكم الا عندكم آلة البخار او الا ما عندكمش البخار تحطوا اي حاجه، تحطوا فيها الماء سخون، تحطوا فيها شي حاجه وتبخروا الوجه بعد التنظيف، عاد تحطوا الماسك. المهم نكمل بهذه الآلة. ونورمال دابا انا مشيت الفيديو يعني ما درتوش معكم طويل باش ما يجيش طويل بزاف، لان النورمال خص كل جهه في الوجه خصها 15 دقيقه تخدمي هاد الآلة. يعني الجهه اليمينيه ربع ساعه، الجهه الاخرى ربع ساعة، والفوق الجبهة ربع ساعة، والتحت الجهة ديال الفم لتحت والعنق ربع ساعة. هي ساعة وانت او 40 دقيقة ولا ساعة انت تخدمي الوجه بهذه الآلة. هذه هي كتخدم بالكهرباء، عندها الكابلي كتخدم بالكهرباء، غير تحيدي الكابل كتطفى، او غير تحيديها على الوجه كتطفى كذلك، ما كتبقاش تشعل. هي كتشعل غير الا حطيتي عليها الجل وحطيتيها على الوجه على البشره. ودابا غادي نستعمل هذا الماسك، هاد بلاتسينتا الماسك هذا من كوريا، جالي من كوريا، جابت لي واحد البنت من كوريا. كنت طلبت شي حوايج من تما وجابت لي هادو، يعني كنت وريت لكم واحد هذاك ديال الشاربون وهذا ديال بلاتسينتا واحد الماده زوينه بزاف للبشره.
كيتحط هكا 10 دقائق حتى لربع ساعة. هو زوين بزاف البشرة. هو مكتوب كذلك بالشينوية، وتقدروا الا بغيتوهم تدخلوا الاونلاين تكتبوا غير الماسكات الكورية غادي يطلعوا لكم بزاف. تقدروا تشريوهم الاونلاين امازون ولا. المهم انا جاو لي هاد الماسكات وطلبت شي حوايج اخرين بحال ماسكارا، بحال واحد البودره ديال الوجه، واحد بحال احمر الشفاه. هو ماشي احمر الشفاه، داير بحال الماء، كتحطيه على كيحطوه الكوريات بزاف على الشفايف ديالهم، كيبانوا ناتوريل، ما كيبانش بحال العكار، ما كيبانش هكا، كيبان بحال الشفايف ناتوريل حمر زوينين في الغوز او حمر على حسب شحال تحطي منه. الا حطيتي قليل كيبانوا غوز، الا حطيتي كثير منه كيبان احمر. شي نهار غادي نوريه لكم ان شاء الله. هو زوين وما كتحسيش باللي حاطه شي حاجه على الوجه على الشفايف. وكذلك هذيك البودره غادي الكومباكت بودره، هي غير شفافه، هي كتبان هكا في البودره بيضه، هي شفافه ما كتبانش في البشره. كتحيد هذوك الدهون. شتو الكوريات كي كتبان البشره ديالهم كتبانش دهنيه، كتبان بحال السيراميك، بحال شي حاجه ديال الطين. زوين بزاف كتبان لهم البشره. جربته عده مرات، زوين بزاف. المهم شي نهار غادي نوريه لكم. دابا حيدت هذاك الماسك وما غاديش نغسل، لا غادي نخلي هذاك الماده تدخل، وما حتى يدين ما غاديش نغسلهم. هذاك اللي تبقى فيهم غادي ندير له الماسي به هكا اليديه. وزوين بزاف، رائع هذا الماسك هذا، ما كيدير لا حساسيه لا حتى حاجه. عفوا. هاد الماركات الكوريه رائعين، ولكن الا ما كانوش مزورين. انا عليها شو وصيت عليهم واحد البنت كوريه، جبتهم لي من كوريا هذوك الماسكات. دابا غادي نحط هاد الكريم هذا. كنت حطيت عليهم واحد الفيديو قديم. هاد الكريم نهاري منه حتى ديال الليل، وبه السيروم غادي نحطو هكا على الوجه. كيعطي حتى هو واحد النضاره، وحتى هو ضد التجاعيد، زوين بزاف. غير كتحطي غير بوحدو يعني كيعطي لك واحد النضاره بلا ما تحطي حتى حاجه من فوق ديالو. هكا بحال كيبان الوجه صافي، المهم فيه نضاره زوينه. المهم انا غير بغيت نتقاسم معكم هادشي اللي كنديرو انا، لان هاد الكريمه كنستعملها يوميا. دابا غير مع هاد الروتين هذا ضروري كنحط هاد الكريمه، وكنحط شويه من السيروم ديالها كذلك. وعندي ديال الليل شويه ثقيله، ماشي بحال ديال النهار، لان الكريم ديال الليل كتكون بحال فيها الدهنيه ثقيله. المهم ثقيله، كتكون ميدمه بزاف باش كتبقى البشره رطبه. ملي كتنوضي في الصباح كتلقاي البشره ديالك ما ناشفاش، في الوجه ديالك ما ناشفش، كيبان رطب زوين. ودابا حطيت هذا الشيء كامل، نتمنى يعجب لكم. شفتوا البشره كي كتولي فيها الدم، ما كتبقاش صفراء. غادي نحط السيروم هذا اخر مرحله. نحط شويه ديال السيروم، غير شويه هنا شويه هنا على الوجه وصافي. كنخليه، ما كنحط لا مكياج من بعده ولا حتى حاجه، لان باش نستافد من هاد المكونات كاملين خاصه اصلا انا ما كنحطش المكياج قليل اللي كترشق لي وصافي. اكثريه كنبقى هكا ناتوريل. الفندوته او الميك اب ولا بحال كيخنقني ملي كنحط هذاك الشيء على الوجه. مره ملي الانسان ترشق له ماشي مشكل، ولكن هادو الاساسيين، الحاجات الاساسيين ما ندرقوش، خصنا نعالجو ماشي ندرقو. ونتمنى يعجب لكم هذا الشيء اللي درت معكم، اللي تقاسمت معكم. اللي بغات تسول شي حاجه
المهم اللي بغات تسول شي حاجه تكتب ليا في الكومنتات. نتمنى يعجب لكم هذا الفيديو. الى اللقاء.